بعد بقى ما خلاص ظبطنا مع بعض الحمد لله الجزء اللي كان موجود معايا تحت هنا ده، عايز أبدأ أكمل باقي تسليح العمود اللي موجود قدامي ونسلح الحطة اللي هنا دي والحطة اللي موجودة برضو معانا فوق. فهقولك إن أنت أسهل بقى طريقة تشتغل بيها بعد بقى ما خلاص معاك البيز أو معاك الأساس اللي موجود معايا تحت ده، إن أنت تيجي وتاخد الأسياخ اللي أنت رسمتها تحت عندي دي من هنا وتعمل لها كده كوبي. وبعد ما تعمل لها كوبي نبدأ إن إحنا بقى نظبط قطعياتنا نظبط وصلاتنا توزيع الكنات وكل حاجة. إنما ده هيوفر معاك كتير جدا في وقت الموديلنج بتاعك. تعالى بقى نبدأ إن إحنا نعمل سيلكت على الحديد بتاعنا عشان نشوف الكلام ده. فهاجي هسلكت الحديد من هنا هقوله بس فلتر تشيك نون هاتلي الاستراكشر ريبار. هتلاقي ان هو عمل لك سيلكت على كل الحديد بتاع العمود بتاعك ما عدا الجزء بتاع الكنات اللي تحت عندي هنا. فهاجي هدوس كنترول اختار اول كانة، هدوس تاب بقى عشان اجيب الكانة الداخلية وارجع ادوس كنترول واكليك على الكانة اللي عندي. حاجة بقى هتخليني متأكد ان انا السلكشن بتاعي ده والله صح، ان انا جيت من هنا ابص على البارتيشن لقيته فعلا معايا كولوم مش ظاهر معايا مثلا فاريز. فكده فهمت ان انا والله كل الاسياخ دي واخدة البارتيشن بتاعها مظبوط، وان انا برضو مش عامل سيلكت على مثلا حاجة من الستارتر غصب عني او اي حاجة من الحاجات دي. فطبعا التشيك ده مهم جدا ان انا ابص عليه. طب تعالى بقى نيجي من هنا ونقول له اعمل لنا كوبي. اقول له عايزك تعمل لي كوبي، وهقول له تعالى برضو شغل لي الكونسترين. هختار نهاية السيخ اللي موجود عندي اللي هو الفاي 16 ده، وممكن برضو اجي واحطها عند نهاية السيخ اللي هو الفاي 16 اللي موجود عندي فوق. فطبعا انت كده خلاص كبرنا الحديد بتاعنا، بس طبعا الوصلات والقطعيات وكل حاجة من الحاجات دي مش هتلاقيها مظبوطة معاك وهتلاقي ان هي محتاجة تتظبط. فممكن اجي من هنا واسلكت بس على الكنات دي مؤقتا دلوقتي واقول له اعمل لي ليهم اتش بحيث ان هي ما تعمليش زحمة. تعالى برضو ناخد نفس الكروس سكشن ده من هنا كده كوبي من هنا، واعمل له بيست برضو معايا لفوق عشان انا عايز اظبط الوصلات والقطعيات وطبعا كل الكلام اللي عندي هنا دلوقتي. هقول له كليك يمين جو تو فيو. انا عايز دلوقتي ابدا اول حاجه بالاسياخ اللي هي فاي 16، فهاجي وهسلكت على الاسياخ الفاي 16 عندي من هنا. بعد ما سلكت عليهم من هنا هرجع تاني على الاليفيشن، هاجي وهختار اي سيخ فاي 16 موجود عندي هقول له كنترول وتعالى اعمل لي سلكت عليه. اتش اي هقول له هايد اند ايزوليت عشان بقى عايز اظبط الوصلات. اسلكت على الاسياخ اللي هي الفاي 16 دي من هنا، هقول له edit constraint هات لي نهاية السيخ من هنا مع نهاية السيخ اللي عندي من هنا. طبعا انا عايزة بقيمة الوصلة اللي هي كانت معانا ب 800 اللي هي 50 الفاي. هقول له معاك من هنا finish. يبقى انت كده ظبطت الجزء بتاع الوصلات في الحديد ال 16. هسيب بقى القطعية دلوقتي بحيث ان احنا نظبطهم هما الاتنين في الاخر مع بعض ما عنديش اي مشاكل. هرجع تاني على الكروس سكشن، ممكن اقول له اعمل لي مؤقتا اتش كده بحيث ان انا اعرف اعمل سيلكشن براحتي على الاسياخ اللي هي فاي 12. وهاجي من هنا طبعا هعمل ريسيت للهايد اند ايزوليت. تعالى بقى بعد كده نعمل سيلكت على الاسياخ بقى اللي هي الفاي 12 عشان برضو نظبط الوصلات بتاعنا. وهاجي من هنا هختار اي سيخ فاي 12 موجود معايا اتش اي عشان بقى ابدا ان انا اظبط معاك الوصلات. اختار الاسياخ اللي عندي هقول له edit constraint هات لي نهاية السيخ اللي هنا ده. عايز اشوف بس الاول نهاية الاسياخ دي معايا هنا فين. هتلاقي ان هما الاتنين جايين معاك في نفس المكان. هقول له edit constraint نهاية الاسياخ، هدوس تاب لحد ما ابدا ان انا القط السيخ اللي عندي تحت هنا ده واقول له تعالى خلي لي الوصلة دي عندي بقيمة 600. هتلاقي على طول ان هو ظبطها لك بالكونسترين طبعا زي ما احنا شايفين حالا. هقول له finish وهعمل من هنا ريسيت. يبقى انت كده كمان ظبطنا مع بعض طول الوصلات بتاعنا اللي موجود معانا هنا. عايز بقى اظبط القطعيات بتاعة الحديد اللي موجودة معايا. طيب جميل جدا. انا طبعا لو جيت وسلكت من هنا هتلاقي ان انت طول القطعية دي حوالي 6800.
انا اصلا لو جيت ابص على ال 6800 دي هلاقي ان هي اساسا طالعه معايا خالص بره العمود اللي موجود معايا. فالقطعيه كده ال 6 متر دي انا مش عايز ابدا ان انا استخدمها، وانا برضو مش حابب ان انا اجيب السيخ من تحت لحد فوق خالص ويبدا ان هو يدخل معايا بالال دي والكلام ده. لا، انا حابب ان انا افصل الجزئين دول عن بعض. طيب، طالما القطعيه ال 6 متر دي مش ظابطه معايا، هقول لك على حاجه. ما تيجي نبدا ان احنا نجرب مع بعض قطعيه 4 متر، هتكون معايا تمام والدنيا برضه هتكون كويسه. الاربعه ما نفعتش، ممكن ابدا ان انا اجرب التلاته. المهم في الاخر ان انا ابقى جايب قطعيه كويسه بحيث ان هي ما تهدرش معايا في الحديد. فتعالى نبدا ان احنا نظبط الكلام ده. عايز بقى ابدا معاك بحديد فاي 16، فعايز اسلكت عليه من هنا صح، اقول له كليك يمين جو تو فيو. تعالى بقى نرجع نعمل ريسيت، واجي واسلكت الحديد بتاعي من هنا الفاي 16 من الكروس سكشن، بحيث ان هو ابقى متاكد ان انا عامل سيلكت على كل الحديد الفاي 16 بتاعي. هقول له تعالى نجرب من هنا من البروبرتيز نخلي الطول بتاعنا زي ما احنا شايفين دلوقتي 4000 اللي هي 4 متر، وهقول له انتر. هتلاقي ان هو ظبط لك طول القطعيه بتاعك طبعا، بس هو يعني شالها لك من تحت. فطبعا احنا قلنا بقى خلاص حل المشكله دي بيكون ايه. هرجع تاني واقول له كنترول زد، وهاجي اسلكت عليهم من هنا، وارجع تاني على الاليفيجن بتاعي هقول له اعمل لي هايد اند ايزوليت. فهاجي هسلكت بقى على الاسياخ دي من هنا واقول له بس تعالى اعمل لي ميرور درور اكس. هتاكد ان انا شايل من هنا الكوبي، وهاجي هجيب السنتر لاين بتاعي عادي خالص بتاع الاسياخ. تعالى اعمل لي ميرور من هنا وهقول له ريسيت. ولو عايز اقول لك على حاجه، انت تقدر تظبط القطعيه كده من قبل بقى ما تعمل هايد بحيث ان احنا ما نرجعش تاني على الكروس سكشن. هقول له تعالى خليها لي 4000 اللي هي 4 متر، واقول له انتر. تلاقي برضو ان هي لسه فيها مشكله. طيب المشكله دي ليه؟ ممكن اقول له كنترول زد واجي اسلكت على الاسياخ دي من هنا واقول له درو اكس برضو، واختار السنتر لاين. بس المره دي بدل ما جيت يمين ممكن اجي مثلا من هنا شمال، واقول له تعالى خلي لي الطول ده 4000. هتلاقي على طول ان هو ظبطه معاك. فبالتالي لو انا كان قابلني مشكله زي اللي قابلتني دلوقتي دي كده، وعملت ميرور مثلا جهه اليمين، دوس كنترول زد واعمل له ميرور جهه الشمال اللي موجوده عندك، هتلاقي ان هو ظبط لك الدنيا بتاعك. فهلاقي ان انا لما عملته 4 متر ان هو جه معايا في المكان ده. فانا عايز اعرف دلوقتي المكان ده هيبقى موفي معايا ال دي ولا لا. فهاجي وهاخد دايمنشن معاك من هنا لهنا، هلاقي ان هو طالع معايا 1167. وانا طبعا ال دي بتاعي او السبلايس بتاعي بتبقى عبارة عن 800. فال 800 دلوقتي معايا موفية لان هو الرقم ده اكبر من ال 800، فتمام القطعية بتاعت ال 4 متر. طيب، عايز برضو اظبط بقى نفس الكلام ده معايا هنا في الاسياخ الفاي 12 اللي موجودة عندي. فهاجي وهسلكت عليها معاك من هنا، هروح على الاليفيجن وهبدأ أقول له تعالى HI اعمل لي هايد اند ايزوليت. تعالى الأول نبدأ نجرب نظبط طول القطعية، لو ما ظبطش معانا هبدأ إن أنا برضو أعمل له ميرور. فأنا عايز أخليها من هنا 4 متر، فهقول له تعالى خليها لي 4000. فلقيت برضو إن هو شال لي الحديد بتاعي ده من تحت. طيب أنا عايز حل، لأ أنا مش عايزه ينزل من تحت كده. هدوس كنترول زد، هسلكت على الأسياخ وأقول له ميرور درو اكس، شايل الكوبي. هختار السنتر لاين بتاعي بتاع الأسياخ. بعد ما اخترت السنتر لاين وعملت الميرور هقول له تعالى خليها لي 4000. اشوف هيقابلني المشكلة ولا لسه. لقيت فعلا ان انا لسه عندي المشكلة. دوس كنترول زد، سيلكت تاني، ميرور درو اكس السنتر لاين، بس المرة دي هبدأ ان انا اروح كده ناحية الشمال، وهعمل الميرور بتاعي وهقول له تعالى خليها لي من هنا 4000. هتلاقي على طول ان هو كل الطول بتاعك ده من فوق وظبط لك الدنيا فعلا زي ما انت عايز. يبقى احنا كده جينا والله مع بعض دلوقتي وظبطنا القطعيات والوصلات بتاعنا للاسياخ اللي هي الفاي 16 والفاي 12. وطبعا هتلاقي الطول ده موفي معاك ال دي او السبلايس اللي عندك اللي هي كانت عندك ب 600 لفاي 12. يبقى هندسة دلوقتي خلاص احنا ظبطنا التسليح الفيرتيكال بتاع العمود. عايز بقى اجي واظبط معاك برضو باذن الله الكنات. فقلنا بقى تظبيطة الكنات ان انا بحسب القيم بتاعي بتاعت اللينود.
فهاجي اخد دايمنشن من هنا عشان اشوف البعد الحر او اللي هو البعد الصافي بتاع العمود ده عندي كام. فلقيت ان البعد ده معايا ب2800، فاحنا قلنا اتش على 6 او بعد العمود الاصغر او 500 هبدأ اخد اكبر قيمة. ف2800 على 6 هتلاقيها طالعة معاك 466، فهبدأ اقارن 466 ولا 250 ولا طبعا ال 500، فهتلاقي ال 500 اكبر، فانا ال نود عندي كده خلاص بتساوي عندي 500. تعالى بقى نظبط توزيعة الكنات بتاعنا. فهاجي دلوقتي وهمسك بقى الكنات اللي عندي هنا دي، هدوس تاب بس عشان اجيب الكنات كلها، واقول له تعالى اعمل لي edit constraint. اختار الاسياخ من هنا واختار وش البلاطة اللي عندي، هقول له اول حاجة البعد ده بيكون عندي 50، اختار نهاية الريبرست، نختار وش البلاطة، اقول له ده هيكون معانا ب500. يبقى احنا كده ظبطنا من هنا ال نود. وهتلاقي بقى الجميل في الكونسترين ان هو ظبط لك الجزء اللي معاك فوق ده كمان. طب ليه بقى هو اصلا ظبطهولي؟ لان انا كنت ظابطها تحت لما جيت اعمل الكونسترينز والكلام ده، ظبطت ان الجزء اللي معايا في النص ده يقرا من الريبرست اللي تحته واللي فوقه، فبالتالي لما انا جيت كوبيرت فهو كوبير معايا بنفس السيتنج. فهي دي بقى ميزه ان انت تستخدم الكونسترين، ان هو على طول ظبط لي الجزء اللي معايا في النص. هتلاقي برضو ان انت عايز بقى تظبط الجزء اللي معانا برضو اللي هنا ده، فهاجي وهبدا اعمل سيلكت عليه من هنا، هقول له تعالى اعمل لي edit constraint، هقول له هات لي النهايه. المفروض النهايه دي تعدي طبعا معايا وش الكاميرا بقيمه 500، فاقول له تعالى عديها لي بقيمه 500 اللي هي بتاعه ال نود. وطبعا التكثيف بتاعي بيمشي جوه كامل الكاميرا، فهاجي اختار النهاية بتاعة الأسياخ مع وش البلاطة وأقول له البعد ده خليهن ب-50. هاجي وهقول له من هنا فينش. يبقى أنت كده ظبطنا الكنات بتاعنا. عايزك بعد ما تظبط الكنات تتشيك بس على حاجة، الهوست بتاعك إن هو مظبوط. فممكن أجي أسلكت كل الكنات من هنا وأقول له pick new host واختار العمود بتاعي عشان أبقى متأكد إن هو الدنيا عندي تمام. وعايزك برضو تيجي تختار الأسياخ بتاعنا اللي موجودة عندي هنا، له فلتر تشيك نون، هات لي الاستراكشر بار، ونيجي نتشيك على الهوست بتاعنا، اقول له بيك نيو هوست. هو خلاص لقيته طالما هو مش قاري العمود بتاعي فهو كده الهوست بتاعنا ده مظبوط. يبقى انا كده كمان ظبطت معاك والله الحديد بتاعي بتاع الجزء اللي موجود عندي هنا.